بناء على طلب الجماهير، ازاي ازود الدوبامين وانا بخس؟ كلاكيت تاني مره. لعبه سهله ورخيصه، علماء سلوكيات خساره الوزن اتفقوا على نجاحها، وانا برضو مجرباها بنفسي. نجيب جار برطمان كان فيه مربى او عسل او شوكولاته، اي حاجه يعني فاضي، وهنجيب ورق صغير زي البوست نوت هنكتب فيه حاجات بنعملها بتبسطنا. الشرط هنا ان الحاجات دي تكون بتاخد من 5 ل10 دقايق. فاكرين اللعبه بتاعت زمان تروث اور دير؟ كاننا بنكتب احكام. اسمع اغنيه، انزل اتمشى 10 دقايق، كلم واحد صاحبك، خش خد شاور، قوم اعمل قهوه، اطلع اقف في البلكونه اتفرج على رايح واللي جاي، اقرا صفحتين من كتاب كنت مأجلهم. وهنتني الورق ده وهنخليه جوه الجار. وكل ما هتجيلنا فكره عشوائيه كده اللي هي قومي يا بت كلي حتتين فطير بالعسل والطحينه، ده زهق، مش هنضحك على بعض، ده زهق. هنسحب ورقه من الجار، وده حكم لازم يتنفذ. ايه التفسير العلمي للي انا بقوله ده؟ احنا اتفقنا قبل كده ان عاداتنا في الاكل بيحكمها نيورو باثويز. النيورو باثويز دي يعني ايه؟ يعني مسار تفكير. يعني اعتبر ان هو زي قضبان السكه الحديد. احنا متعودين ان احنا نعمل العادات دي تجيلنا اوتوماتيك من غير ما نفكر فيها ومن غير ما مخنا يتعب نفسه فيها. مع تكرار القرارات الجديده احنا كاننا بنضلم الطريق القديم وبنبني قضبان سكه حديد تانية في اتجاه تاني، علشان نمرن مخنا انه مش اوتوماتيكلي يروح كل مرة للفكرة بتاعت لو زهقان هاكل. والعلماء دلوقتي as we speak بيعملوا ابحاث يشوفوا هي محتاجة كام مرة عشان نمسح الطريق القديم ونعمل الجديد. في ناس بتقول 500 مرة مكررة، في ناس تانية بتقول من 3000 ل 10000 مرة. يعني الموضوع ده مش سريع، الموضوع ده محتاج كتير. ليه؟ لان اصلا قضبان السكة الحديد القديمة اللي احنا بنيناها دي بنيناها على سنين، عشرات السنين، فمش متخيلين اكيد ان احنا هنغيرها في اسبوع. كل مرة نبقى قدام القرار نسحب ورقة ونعمل حاجة تانية من الأحكام دي، غير ان احنا اوتوماتيكلي نروح للأكل. عايزين ألعاب تانية بتغير مسارات الدوبامين؟ اكتبولي في الكومنتس.